الفقر مش بس فلوس على فكره، الفقر في كل حاجه، الفقر في احساسك من جوه ان انت حاسس ان انت مضغوط، انت تفتقر للامان، تفتقر للاحساس بالرضا. صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا جيت اوكي، جيت بدايه جديده، مج جديد، بيجامه جديده. اوكي، مصورتش طول شهر 11، مصورتش خالص طول شهر 11. الاحداث كانت خارجه عن ارادتي، كان شهر 11 ده شهر غريب بالنسبه لي. اوكي، بس انا جيت اخيرا الحمد لله، ومتحمسه قوي النهارده، متحمسه ومبسوطه وصاحيه كده. واو، النهارده يوم اجازتي فمبسوطه قوي. المهم مبسوطه، مش عارفه باين عليها ولا لا، بس انا مبسوطه. قد لا يبدو ان انا باين عليها ان انا مبسوطه، بس انا مبسوطه. تسالوني ايه السبب ان انا مبسوطه؟ ما عنديش اي سبب للانبساط، بس صحيت النهارده افتكرت انه فاضل اقل من 30 يوم على السنه الجديده، وانا في بدايات السنه الجديده دايما ببقى شخص متحمس كده ليفل الوحش. ليه بقى؟ لانه سنه جديده، بدايه جديده، فرص جديده، افكار جديده، كل حاجه بتكون جديده، كل حاجه بتكون جديده بالنسبه لي. انا ببقى متحمسه قوي في بدايه السنه الجديده، ودايما في بدايه كل سنه بجيب النوت بوك بتاعتي واقعد اكتب الاهداف او الحاجات اللي انا عايزه احققها في السنه الجديده. و 90% من الحاجات دي ممكن تحصل، 80% من الحاجات دي ممكن تحصل، ايا يعني. بس دايما بحط اهداف، وفي حاجات ما بتحصلش منها. اوكي، وبرجع كده في نص السنه اتضايق من نفسي، وايه ده انا ما حققتش الحاجات دي والجو ده، ببقى متضايقه كده. وانا اصلا شخص يعني جلد ذاته قوي وبيأنب نفسه دايما، ودايما حاسس انه مقصر، ودايما حاسس انه مش مدي كل الطاقه او الافورت بتاعه كده. السنه دي مش عايزه اعمل كده. هقول لكم ايه الحاجات اللي انا فكرت فيها السنه دي وانا داخله 2025. ايه المايند سيت ان انا عايزه دايما افكر نفسي بيها، وعايزه دايما كل ما سهام تقع كده تقول لنفسها لا سهام تعالي نقف تاني، نرجع تاني نفتكر الحاجات اللي انا عايزاها. اول حاجه زي ما قلت لكم، انا بحب دايما بدايه سنه جديده، لانه بحس انه دي فرصه جديده وصفحه جديده، ويلا نبتدي من اول وجديد. بس المره دي عايزه هبتدي من اول وجديد وكده، بس عايزه اذكر نفسي بحاجه زياده، عايزه يكون عندي حسن ظن بالله زياده. يعني وانا بكتب الجولز بتاعت 2025 عايزه يكون عندي حسن ظن قوي بالله، عايزه اطلب كتير قوي قوي. اوكي، لانه انا بطلب من ربنا، اوكي، ربنا اللي عنده خزائن السماوات والارض. فانا مش عايزه اكون كده مكسوفه في احلامي، ولا يعني مثلا لو انا جيت باللوجيك مثلا عايزه مثلا في 25 اجيب عربيه، لو لوجيك انا مش معايا اجيب عربيه خالص ده. بس لو انا طلبت وتخيلت ان انا بطلب من ربنا وعندي حسن الظن بربنا، اكشن انا هجيب عربيه. ليه؟ لان انا بطلب من ربنا، بعيد بقى عن المنطق، بعيد عن اي حاجه. هو ربنا القادر على كل شيء. فاول مايند سيت عايزه ادخل بيها في 2025، واول حاجه بجد عايزه اكتبها كده في النوت بوك بتاعتي من فوق كده، اوكي، انا عند حسن ظن عبدي بيه. اوكي، او ان انا عايزه احسن الظن بالله في كل الجولز بتاعتي. بجد يعني فكروا كده، ودايما حطوها في دماغكم انه مهما كنتم متخيلين ان الحاجه صعبه، وانه انا مش بطلبها من بشر يا جماعه. إن احنا لما نطلع من تفكير بتاع البشر، من بشر او من وعي البشر، ونتخيل ان الكون ده بحاله بالقدره بتاعته بكل حاجه، ان ربنا هو اللي عاملها، ربنا هو القادر على كل شيء، فالحاجه الصغيره اللي انت نفسك فيها ربنا يعملها لك، لان هي دي ولا حاجه جنب ملكوت ربنا، ولا حاجه جنب اللي عند ربنا، ولا حاجه كل ده. انا كنت الشهر اللي فات كنت حاسه كده انا في حاجه مش مظبوطه، انا غلط، ممكن انا غلط فعلا شبه ما بيقولوا، محتاجه اغير الستاندرز بتاعتي، محتاجه اكون اقل شويه، مش لازم اكون اكستريم قوي، مش لازم لما اجي اختار شريك حياتي ابقى
بعدين رجعت قلت انا اللي هعيش وانا اللي عايزه وانا ربنا اللي بيديني، انا مش بطلب منهم هم. فرجعت حسيت ان انا يمكن صح، او انا صح، انا صح، لان زي ما قلت لكم انا بطلب من ربنا. فدي اول مايند سيت عايزه ادخل بيها في 2025، اني احسن الظن بالله، ومهما كانت الجولز بتاعتي صعبه عادي، لانه انا بطلبها من ربنا مش بطلبها منكم انتوا. فهطلب كل حاجه صعبه، وهطلب كل حاجه صعبه، وكل حاجه انا شايفاها شبه مستحيله، كل حاجه لان انا بطلبها من ربنا. تمام. دي بدايه السنه اللي هي بتبقى داخلين بالحماس بقى والتحفه، انا عايزه احقق حاجات فظيعه، كانوا متحمسين قوي. بنيجي كده على بعد مثلا يعدي 3 شهور، بعد شهر 3 كده، لان انا عيد ميلادي في 3، فدايما بهبط بعد العيد ميلاد بتاعي. بعد شهر 3 كده باجي احس انه اوكي، انا ما عملتش حاجه، او انا متخاذله، او انا مش عارفه ايه، او الدنيا بتاخدني، او كل الحاجات دي. تمام. فاحس انه انا مقصره في حاجه. تمام. فتاني مايند سيت او تاني حاجه عايزه اذكر بيها نفسي في نص السنه، النص اللي بقى بنبقى كلنا ملهيين فيه، او كلنا كان عندنا اهداف ومش بنسعى ليها، او انا سهام عشان تأنيب الضمير عندي عالي او كده، او بقعد دايما بلوم نفسي بطريقه كبيره او كده. فانا مش عايزه اقنط من رحمه ربنا. ودي بجد بجد التاني مايند سيت عايزه ادخل بيها 2025، انه مش عايزه اقنط من رحمه ربنا، او كل عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. انه عادي ان انا افتح الانستجرام الاقي كل الناس عملت كل حاجه وانا لسه عادي ان الجولز بتاعتي هتاخد وقت، وعادي ان انا ما عملتش حاجه انا نفسي فيها دلوقتي حتى مهما كانت بسيطه. انه الموضوع بياخد وقت بجد. الطبخه الحلوه بتاخد وقت، الحاجه الحلوه بتاخد وقت، كل حاجه بتاخد وقت. فانا مش عايزه اقنط من رحمه ربنا، لان هو ده اللي الشيطان عايزه. اوكي، هو ده اللي عايز يوصلنا ليه. فانا عايزه افتكر دايما الحته دي يا جماعه. بجد احنا لو دايما تخيلنا انه هو الشيطان هو العدو بتاعنا، وهو اللي عايزنا نبعد وعايزنا ننسى وعايزنا نقنط من رحمه ربنا وكده، صدقوني هنرجع بسرعه قوي، لانه عارفين العدو بتاعنا. بس المشكله ان احنا بنيجي في النص بننسى اصلا العدو بتاعنا، والدنيا بتاخدنا وكل الحاجات دي، بنبقى تايهين. فانا مش عايزه ابقى كده. انا عايزه حتى لما احس ان انا كده مش عايزه اسرف على نفسي، مش عايزه اضغط على نفسي. عادي انا باخد وقتي. اوكي. والحاجات الحلوه بتاخد وقت، وانه الاهداف بتحصل بس في كل فكره انها بتاخد وقت. يعني عادي، في قصص كتير بجد ملهمه، وفي قصص كتير تثبت لنا ان كل حاجه بتاخد وقت، وانه عادي دعوه متاخره بس هتيجي، والله هتيجي، مش كده. عارفين من القصص الحلوه اللي انا بحبها قوي قصه سيدنا يعقوب، او قصه سيدنا يوسف. يعني انه خلاص كل اللي حوالين سيدنا يعقوب كانوا مقتنع انه سيدنا يوسف مات. تمام. وهو الوحيد اللي كان عنده حسن الظن بالله، هو الوحيد اللي كان ما قنطش من رحمه ربنا، هو الوحيد اللي كان متمسك بالدعاء بتاعه بطريقه مش طبيعيه، لدرجه ان هم خلاص اعتبروه عجوز، وانت مش طبيعي، انت ازاي لغايه دلوقتي بعد ما عدى 40 سنه متمسك بيوسف ولسه عندك امل انه سيدنا يوسف يرجع؟ انتوا متخيلين 40 سنه انت ما شفتش ابنك، بس انت من جواك حاسس انه انا ما قنطتش من رحمه ربنا، انا عارف ان ربنا هيرجعه لي. فدي من ضمن القصص انه تثبت لنا ان كل حاجه بتاخد وقت، وان الدعوات مهما طالت هتستجاب، او دعوات بقى، اهداف، اي حاجه هتستجاب. فمش عايزه اقنط من رحمه الله ابدا. اوكي. وتالت حاجه اعتبروها كده دايره. تمام. دايره كده مغلقه، وكل السنه هفضل معديه بيها. انه الشيطان يعدكم الفقر، دي حقيقه. لانه للاسف في العصر بتاعنا ده بتحس ان انت قلقان من بكره وخايف من كل حاجه. انا مش هعرف اعمل حاجه، انا مش هعرف اوصل، انا مستقبلي ضايع، مستقبلي ملوش ملامح، كل الحاجات دي. الانكزايتي العاليه دي، او القلق العالي ده بسبب الشيطان. ان هو الشيطان يعدكم الفقر. لكن انت لو فكرت بالوعي بتاع انه ربنا هو اللي هيديني، وان ربنا عنده، تاني ارجع لربنا عنده خزائن السماوات والارض، وعنده حسن الظن بالله وكل الحاجات دي، تحس انه اوكي، لا عادي بقى، انه ربنا هيديني كل حاجه، ومش هتوتر، ومش هقلق، ومش هشيل هم بكره، وهبقى فيه كده ماشي كده، وانا
متوكل على الله، وفي نفس الوقت فيه تسليم، فاهمين؟ بس مش التسليم اللي هو انا مش هعمل حاجه في حياتي، لا، التسليم انه ربنا هيديني، اوكي، وان كل القلق وكل الجري اللي الدنيا عماله حوالينا بتضغطنا ده ما هو الا شيطان، مش اكتر. كل الضغط ده مش شيطان بس، الشيطان يعدكم الفقر، دايما هيخليك حاسس ان انت كل حاجه حواليك بتضيع، كل حاجه حواليك انت ما حققتش حاجه، انت ما وصلتش لحاجه، النعم الصغيره اللي حواليك مش هيخليك تحس بيها، لانه هو ده الفقر. الفقر مش بس فلوس على فكره، الفقر في كل حاجه، الفقر في احساسك من جوه ان انت حاسس ان انت مضغوط، انت تفتقر للامان، تفتقر للاحساس بالرضا، هو ده الفقر، اوكي، مش بس في الفلوس وكده. اوكي، من ضمن الحاجات برضو الاخيره اللي انا عايزه دايما افكر نفسي بيها في 2025 انه دائما وابدا في بدايه جديده، دائما وابدا في صفحه افتحها هقطعها وابتدي صفحه جديده، اوكي. وما تقعدوش تقولوا ان ده عمري وكل الحاجات دي، انا لغايه اخر يوم في عمري عايزه افضل اسعى، ودايما في بدايه جديده وكل الحاجات دي. عارفين لما عندك كشكول كده 100 ورقه، فكل شويه تكتب حاجه وتقطعها، بس ستيل لسه عندك 99 98 ورقه، كل الحاجات دي، هو نفس الفكره في عمرك بالظبط. هغلط، اوكي، وهبتدي بدايه جديده، هغلط وهبتدي بدايه جديده، بس الفكره انه في الورقه البدايات اللي كانت قبل كده اللي غلطت فيها بتترمي في الزباله، بس في عمري انا مش هتترمي في الزباله، في عمري انا هتتحسب لي ان هو سعي، ان انا حاولت وسعيت. ف لغايه ما يعني، لان الموضوع ده بيأثر شويه عليا، انه يا انا بقيت عندي 28 سنه ولسه ما عملتش اللي انا نفسي فيه كل الحاجات دي، فبضغط على نفسي قوي، بس هرجع اقول اتس اوكي، وانه اتس نيفر تو ليت ان انا اعمل الحاجه اللي انا نفسي فيها، لغايه ما يكون عندي 50 60، لغايه اخر يوم في عمري، لغايه ما الروح تطلع للي خالقها، انه دايما هيكون عندي الفرصه ان انا ابتدي بدايه جديده، و اتس نيفر تو ليت. انا عايزه ادخل بمايند سيت انه سهام يلا نبوظ الورقه دي ونبتدي ورقه تانية، سهام يلا انت اصلا بعد كل الفتره دي مثلا ما حبيتيش اليوتيوب، حسيتي ان ده مش حياتك، يلا نبوظه ونبتدي شغلانه تانية. بعد ما مشيتي في شغلانه الجيم كل ده ما حسيتيش ان هو ده اللي انت عايزاه، اتس اوكي، هبوظ كل ده وابتدي بدايه جديده، لانه اتس نيفر تو ليت ان انا اعمل الحاجه اللي انا عايزاها، وكل اللي فات ده يعتبر سعي وربنا هيجازيني عليه ادام انا ما كنتش بعمل حاجه تغضب ربنا. يعني زي موضوع رياضه، انه فيديوز بتاعت الرياضه، انه كل فتره دي كنت مقتنعه بيها قوي، وبعدين جيت بعد فتره لا خلاص فكرمشتها وقلت اوكي يلا بينا نبتدي بدايه جديده، حاجه تانية. هل انا لسه عارفه الحاجه التانية؟ لا، بس انا بسعى وبحاول وبمشي. ف اتس نيفر تو ليت ان انا ابتدي بدايه جديده، و2025 بالنسبه لي بالنسبه لكم هتكون بدايه جديده. بس هعمل ايه بقى؟ خلاص حاسه انا رجيت، بس خلاص انتوا متعودين عليا ان انا برجع كتير، تمام. هشرب القهوه بتاعتي، والنهارده هقابل صاحبتي مريم، اوكي جماعه، مريم صاحبتي من اكتر الناس الكلام بتاعها بيريح بجد، بيريح وكده، وعرفتني اكتر على ربنا وقربتني اكتر من ربنا. فمريم عندنا تشانل جديد على اليوتيوب، لسه صغيره، اسمها دكتور مريم فوزي، ف يا ريت تدخلوا لها، اوكي، وتعملوا سبسكرايب ليها، عشان بجد كلامها مريح، وشجعوها، قولوا انتوا جايين من عند سيام فشجعوها، تمام. المهم انا هقابل مريم النهارده باذن الله، وبس هيبقى يوم حلو ان شاء الله، ويبقى فلوج حلو، هحاول اغير جو. اوكي خلصت الميك اب، هنلبس بقى بسرعه عشان احنا متاخرين، فمش عايزين نتاخر عشان نحاول نلتزم بالمواعيد. اوكي يلا بينا.
هاي فاينلي باك هوم. روحت يوم طويل قوي. مت مش قادرة. انا مش بحب اخرج من البيت قد كده بجد، مش قادرة. بس كان يوم لذيذ. النهاية كانت مش احسن حاجة. للأسف شنطة مريم ضاعت. اوكي، للأسف يعني. بس ان توتال كان يوم لذيذ. بس الحمد لله موبايلها كان معاها. اوكي. بس تمام، عايزة اوريكم انا جبت كتب. اوكي، The Power of Now. مش عارفة الكتابة باينة ولا لأ، بس The Power of Now. اوكي، وجبت رواية كمان. لأنه الشتا بالنسبة لي روايات. اوكي، دي حاجات بسيطة. وجبت سباسيتو دارك شوكليت وز اورانج. اوكي، في حاجة كمان جت لي قبل ما انا كنت بلبس باكس. سوري على الصوت بتاع الكرسي. اوكي، المفروض ان ده سوفت بوكس. اوكي، ايه، خدتوا بالكم انا شلته ازاي؟ ودهنا قوية. اوكي، سوفت بوكس تمام عشان التصوير يكون احسن. آه بس مش قادرة افتحه بجد، مش قادرة افتحه. بس يوم حلو. تقييمي لليوم 9 من 10. والواحد من 10 ده عشان 1 من 10. 9 من 10 والواحد ده عشان بس اللي حصل في آخر اليوم. بس حلو. بس بس مش قادرة. أنا قلت مش قادرة كتير صح؟ بس خلاص دم. أوكي، الفلوج خلص. طبعا أنا كنتش طولت عليكم. أوكي، لو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب. أوكي، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. هروح أشيل الميك اب هموت وانام. الساعة كام؟ الساعة 7:03. هموت وانام، مش قادرة. بس شكرا. باي.